عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم عصير حلو كده فريش وطازة، عصير برتقان بالبنجر والجزر. ايوه، التلاتة دول مع بعضيهم حاجة كده في منتهى الجمال. طعمهم حلو جدا، مش هتحسي بطعم البنجر خالص، ومفيد جدا، ومفيد كمان للكبار والصغار، ومفيد كمان للبشرة. كله فيتامين وحديد. فنستغل البرتقال بقى دلوقتي سعره حلو، ونعمل العصاير دي كتير عشان ايه تبقى يعني ترفع من مناعة اطفالنا، وعشان بيذاكروا كمان. ويلا نسمي بالله ونخش على المقادير بتاعتنا. بس تابعي معايا الفيديو للاخر وما تنسانيش في اللايك. جبت هنا البرتقال، لازم تغسلي البرتقال كويس جدا علشان طبعا بيبقى عليه تراب وبتاع، لازم تغسليه الاول قبل ما تقطعيه. ومعايا هنا بنجرية متوسطة كده، قشرتها، غسلتها الاول برضو وقشرتها وقطعتها شرايح. ومعايا هنا عصارة برتقال، ومعايا هنا جزر، ده جزر غسلته وقشرته وسلقته، لازم تسلقيه وتخليه يبرد معاكي في الوصفة دي. والعصارة دي لو ما عندكيش العصارة دي، ممكن بكل سهولة تقشري البرتقال وتضربيه في الخلاط بحبة مية وصفيه، مفيش اي مشكلة. نجيب بقى العصير بتاعنا، البرتقال بتاعنا نعصره بالشكل ده لغاية ما ننزل المية اللي في البرتقال كلها. العصير البرتقال طبعا سعره حلو دلوقتي، ونستغل الحاجات دي في الشتاء لولادنا، وطعمه في منتهى الجمال. عملت معايا كوبايتين من العصير الخام من عصير البرتقال، ومعايا هنا نص كوباية سكر. السكر ده على حسب ذوقك وعلى حسب ما تحتاجي. نجيب معانا بقى شفشق الخلاط، نفضي الجزر بتاعنا اللي سلقناه وعليه عصير البرتقال. العصير ده مركز جدا جدا، وطعمه هيعجبكم والله بجد، اعملوه وعلى ضمانتي، جميل جدا. في حد هيقول لي ممكن اعمل جزر على البرتقال؟ بس ممكن، بس زودي معاه ممكن اعمل برتقال على الجزر، ممكن جدا، بس زودي بس بنجر، وانتي هتحبي طعمه. هو مش هيبان طعم البنجر فيه خالص، العصير طعمه جميل جدا، فجربيه وحلو جدا والله للأطفال، وكمان مفيد جدا للبشرة. نجيب بقى هنا بعد ما خلطته كويس جدا نصفيه. هنا ده اللي طلع منه بس اهو، ممكن كمان مش عايزة تصفيه ما تصفهوش، دول الحب اللي طلعوا منه. نيجي بقى نصبه في الكوبايات بتاعتنا. شوفوا قوامه حلو ولونه جميل وطعمه حلو قوي، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. وده كان العصير بتاعنا، برتقان بالجزر بالبنجر، حاجة كده في منتهى الجمال. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.